مشكلة شركة فوسفات قفصة هو الواقع. الفوسفات راهو ما هواش تاع قفصة، الفوسفات راهو نتاع الحوض المنجمي المتلوي والرديف هم العرايس والمضيلة. أما قفصة راهي مدينة فلاحية ما كانش تعرف حتى شيء على فوسفات قفصة، لكن بن عليه الله يغفر له وضع شركة الفوسفات تحت مدينة قفصة، ومن هنا راهو بدا الفساد بدا من هالوقت هذايا، وقت اللي هبطوا ديريكسيون جينيرال وبنوا ديريكسيون جينيرال في قفصة عملاقة، يعني تكلفت في هاك الوقت ذاك أكثر من تقريبا 10 مليارات، اللي توا ثم ما يعادل تقريبا 150 مليار أو 200 مليار. من هاك الوقت بدا الفساد، ومن هاك الوقت هذاك شركة فوسفات قفصة تم تتدخل في قفاصة اللي سيب الفلاحة وادخل الشركة، سيب الفلاحة وادخل الشركة، والنتيجة كل مواطن الشغل اللي كان باش ياخذوها ولاد الرديف ام العرايس والمضيلة والمتلوي قعدوا ولادهم البرة ودخلوا ولاد القفاصة. هذه الضربة الأولانية اللي وليت تقلبت تسكير السكة وخدموا لنا ولادنا ولا ما عادش نخرجوا الفوسفات. المسألة راهي c'est un problème de gestion et c'est un problème social en même temps. وفما أيضا مشكلة متاع تقنية، un problème technique أيضا. النقابات تاع شركة الفوسفات في وقت ما كانت تتحرض في الخدامة باش ينتجوا، وصلنا عملنا وقتها 8 ملايين طرناطة، هاي 78 تقريبا، وتوا 3 ملايين ونص طرناطة. ويا ربي أضيف إلى هذا أن الشركة كان عندها دائما مشكلة متاع موفيز جيستيون في شريان الكراهب، في ليسانس المازوت، في شوية معناها في التبذير على اليمين وعلى اليسار. هذا أثر فيها، والشركة كانت متحملة أعمال ما هيش متاحة، ولا تتلذذ إلى إخراج برشا يعني عمليات حتى أنا ما نخدمهمش، نظف الديار، نظف الكياس، ازقي، اغرس الشجر، جو سي با، برشا أعمال كانت تعمل فيها الكومبانية وتخذلها في أموال طايلة. الحصيل المسألة راهي معقدة مش سهلة. أما كذلك هناك مشكلة أن الإنتاج نتاع فوسفات قفصة، الفوسفات نوعه هو أصل النوعية نتاع الفوسفات كانت نوعية ما هيش ممتازة، قد ما حاولت الكومبانية باش تعمل يعني إثراء انريشيسمون للفوسفات باش تطلع له الدرجة نتاعه، ولكن قاعد ديما في مستوى يعني مادة ضعيفة. اللي المرشي نتاع الفوسفات اخذتها المروك وقت اللي تخرج الفوسفات من الحفرة يخرج معناها تقريبا 75 درجة،
من الحفرة متاعه وتبيعه حتى ماتير بروت. اما كومبانية فوسفات تعدي الفوسفات على عمليات ومزوت وخدمة ولافريات واتعاب كبيرة باش توصل درجة 61 تقريبا او 62 درجة. اما العالم اللي هما يشريوا في الفوسفات خذيها من المروك ولا هو يبيع لهم يعني كما وكيفا، وما عادش يخرج فوسفات متاعنا لسوء النوعية متاعه. وكذلك الفوسفات اللي هو قاعدين نبحث عليه توا ايضا هو ايضا في سوء نوعية. علاش نخبيه هذا؟ سي تان بروبليم ماجور. مالا راهي برشا مشاكل خلات كومبانية فوسفات تبرك مش شوية. واما مسألة النقل وما النقل هدايا انا نتساءل علاش المسؤولية ما تتحملهاش ايضا الشركة متاع السكك الحديدية اللي كانت دائما تهز في الفوسفات، واذا بها اليوم رخت رخة واحدة وهربت وخلت الكومبانية تتخبط تلوش على الكماين. علاش شركة الدولة ما كانتش يعني في المستوى باش ترفد قطاع النقل الفوسفات بما في ذلك الفاغونات ويعني الماكينات؟ يعني المفروض ان الشركة التونسية للسكك الحديدية تعوض ويعني تجدد الشبكة هذه وتواصل النقل متاعها كما يجب. اما اذا ثم بعض يعني شوية امور طبيعية كسرت بعض قناطر يلزم البناء متاعها، يلزم اعادة ترميم القناطر هذه باش يمشي الفوسفات على احسن ما يرام كما كان. راهي كومبانية فوسفات بركت من جراء عشرات المشاكل. ونجم اليوم نقولوا بصفة إجمالية أن إفلاس كومبانية فوسفات يرجع 50% للمسؤولين متاع كومبانية الفوسفات، ويرجع أيضا 50% لمسؤولية الدولة اللي خاصة ما وقفتش مع شركة النقل السكك الحديدية باش يعني تحسن وتجيب الماكينات جدد وتجيب فاغونات جدد، ويعني أخيرا تولي تنقل الفوسفات على أحسن ما يرام. ملاحظة، أنا نقول لك ملاحظة، التوانسة وتونس كان في إمكانها باش تعمل مصنع لصنع يعني الفاغونات اللي يهزوا الفوسفات، اللي فاغون بي اكس واللي فاغون ماربون. الفاغون ماربون ممكن صنعه في تونس بأسهل ما يمكن، يعني نجيبوا إلا العجل من الخارج وشوية قطايع بسيطة. أما لي فاغون ماربون راهم سون تري فيزابل في تونس. لو كان الدولة عملت شركة لصنع الفاغونات ويعني تمكين الفوسفات من هالفاغونات هذه بسعر رخيص وكان يتم النقل على أحسن ما يرام. علاش تشري في الماكينات الاسل سي اف تي؟ هاي تشري في الليتات موتريس، هاي كل عام تشري فيما يخص نقل البضائع متاع المقرونة ومتاع السميد ومتاع علاش ما تشريش ايضا شوية ماكينات لنقل الفوسفات؟ هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية التوانسة اللي يديهم مكسرة. ما نجموش يعملوا لي فاغون ماربون اللي هو يعني من اسهل ما يمكن باش يكون يتصنع الفاغون ماربون. ناس عملوا يعني ترينوات وعملوا يعني دي باكبو وعملوا طيارات، واحنا فاقونا ما نحبوش ما نجموش نصنعوها. لعنة الله على الأوباش، لعنة الله على الجنوس المقلبة.